كاساس ما راح يشترك، يحاولون انه يجدون منتخب اخر يشترك ببطوله غرب اسيا. واقع الحال شنو؟ هو الواحد تليفون بنص ساعه خلص الشحن هيك مع عالم اتصلت. حقيقه هو البارحه صارت هاي الزوبعه، بس انا من خلال تواجدك ماهر اكد لك انه لغايه هذه اللحظه لا يوجد اي قرار بموضوع المشاركه او من عدمها. يعني المشاركه وارده؟ المشاركه جدا وارده. حتى يفهم الجمهور يعني بطوله غرب اسيا. نعم، بس هو اكو استفسار من الجهاز الفني يخليه في حسابات مربكه، اللي هي انه البطوله نصفها ضمن ايام الفيفا داي والنصف الاخر خارج ايام الفيفا داي. احنا وضع منتخب وطني العراقي يختلف عن بقيه المنتخبات، الوحيدين اللي عندنا من ضمن غرب اسيا عندنا 7-8 لاعبين باوروبا، وبالتالي انت ما ممكن يعني الانديه ممكن تجاملك وتعطيك لاعب انه يكمل معك مشوار البطوله. حتى ضمن ايام الفيفا داي مكتوب بهامش كتاب الفيفا انه اللاعب لا يتجاوز ضمن ايام الفيفا داي الفتره اللي هي من 20 الى 28 اكثر من مباراتين، يعني فقط مباراتين يلعب اللاعب اللي تستدعيه من ناديه قانونيا. هذا قانونيا. عندك اللاعبين اللي الدوري السويدي اصلا يبدي يوم 1/4، يعني هم في مرحله اعداد الاخيره، البروفات الاخيره. يعني الكلام اللي نصفه صحيح، لانه اللي دا يقول مثلا كاساس في باله، اي يعني في باله انه ممكن يسوي تجمع، لان يقول الرجال انا اريد ادرب، هم حقه هو يريد يدرب. هو حيتناقش ويا الاتحاد شنو نوعيه اللاعبين اللي ممكن نستدعيها، اذا توفرت له ارضيه انه ممكن يعمل فيها ممكن يشارك بالبطوله. موضوع تزامن شهر رمضان المبارك مع البطوله ايضا هو في باله انه قد يربك حسابات، فاحنا انا اقول ما نستعجل الاحداث. الاسبوع المقبل اكو جلسه للاتحاد، وكليتنا نعرف انه الخروج بهذه القرارات، اما نرتي انه اقامه مؤتمر صحفي او من خلال احنا المكتب الاعلامي ننشر شيء. تمام.